السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنبغي نرحب بالمتتبعين ديالي وايضا بالناس الجداد اللي انضموا للقناه. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض لي غاليط بالخضره كيجيو لذاذين بزاف بمقادير اقتصاديه دغيا تيوجدوا وساهلين في التحضير. بالنسبه للمقادير لي غاليط ديالنا غادي نحتاجوا جوج ديال لي كورجيت محكوكين، جوج خيزوات محكوكين، جوج بطاطات محكوكين. بالنسبه للكميه نتوما كديروا القياس اللي بغيتو. 3 ديال البيضات، فرماج محكوك كديروا النوع اللي بغيتو، شويه د الملحه وشويه ديال الابزار. بالنسبه للصلصه المرافقه ديال لي غاليط ديالنا غادي نحتاجوا لهم شويه ديال القزبور ومعدنوس، الابزار، الاعشاب المنسمه او الزعتر، الكمون، الملحه، زيت البلديه، المايونيز، يوغورت طبيعي والخل. نبداو على بركه الله في تحضير الوصفه ديالنا. بسم الله، نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نهرسوا 3 ديال البيضات في المول. بسم الله. غنضيفوا عليهم الملحه والبزار. غادي نخلطوا المكونات ديالنا مع بعض كما كتشوفوا معايا. من بعد غادي نضيف الخضره ديالنا. بالنسبه للكورجيت وخيزو كيشدوا الطياب حكيتهم في الحكاكه الرقيقه، وبطاطا حكيتها في الحكاكه الغليظه. ومن طبيعه الحال ملي كتحكوهم ضروري كتعصروهم يخرج منهم الماء اللي تيكون في الخضره. غادي نزيدوهم على البيض. بسم الله. غادي نخلطوا المكونات ديالنا حتى ينسجموا مع بعض. وغادي نجيبوا ليمون دهنتهم بالزبده ولا دهنوهم بالزيت وطرشوا عليهم شويه ديال الدقيق، وغندخلوهم ان شاء الله للفران باش يطيبوا على راحتهم، ونتلاقاو باش نحضروا الصلصه ديالنا. ملي خلطت المكونات ديالنا غادي نضيف الجبن، فرماج محكوك. من طبيعه الحال كتستعملوا اي نوعيه بغيتو، كيزيد واحد المذاق زوين لي غاليط. غادي نخلطوا المكونات ديالنا مزيان، كيجيو معلكين ولذاذين. تقدروا تحضروهم الطبله ديال الفطور ولا العشاء وتعطيوهم للوليدات الصغار اللي ما تياكلوش الخضره. غنبداو على بركه الله نعمروا ليمون ديالنا. كما قلت لكم دهنتهم بشويه ديال الزبده، الا ما كانتش متوفره دهنوا غير بالزيت ورشوا شويه ديال الدقيق. نعمرهم كما كتشوفوا معايا. كتحاولوا تقادوها هكا بالمعلقه، هما راه ساهلين دغيا كيوجدوا وكيجيو زوينين بزاف. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نعمر كاع ليمون اللي عندي، وغادي ندخلوهم للفران حتى يطيبوا ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. وقبل ما ندخلهم الفران غادي نوريكم كيفاش كنقادو الصلصه. نبداو على بركه الله في تحضير الصلصه المرافقه لي غاليط. غادي نحتاجوا ليها 2 معالق صغار ديال المايونيز ولا معلقه كبيره. غادي نحتاجوا 3 المعالق صغار ديال اليوغورت الطبيعي. القزبور، الملحه، الكمون، الابزار، شويه ديال الزعتر، شويه ديال الخل، قطيره ديال الخل، وشويه ديال زيت الزيتون. غادي نخلطوا المكونات مزيان
وغادي نحطوهم في الطبق اللي يرافق لينا لي غاليت ديالنا. تخلطوهم مزيان كما كتشوفوا معايا. الصلصه ديالنا صافي هي وجدات. غيبقى لنا دابا غير نرافقوهم مع لي غاليت وبالصحه والراحه. متتبعين ديالي لي غاليت ديالنا ها هما موجودين، كيجيو بهذا الشكل هذا، كيجيو مذهبين وزوينين بزاف وخفافين. كما قلت لكم تحضروهم للطبله ديال الفطور ولا شي عشاء خفيف، ولا تعطيهم للوليدات الصغار اللي ما كياكلوش الخضره. كيجيو زوينين بزاف خصوصا مع الصلصه المرافقه. انتم كما كتشوفوا معايا كيجيو لذاذين، واحد المذاق رائع. كنتمنى تجربوهم وتكتبوا لي في لي كومونتير كيفاش جاوكم. متتبعين ديالي غادي نكونوا وصلنا لنهايه الوصف لا فيديو ديال اليوم. الا عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الزر الاحمر للاشتراك باش يوصلكم كل جديد. بالصحه والراحه والى اللقاء.